يا أهلا بالجميع. والله اليوم في تحدي كذا بسيط، بروح أجرب مأكولات أو سناكس من سوبر ماركت هنا في الصين، ونسوي تقييمات، نشوف كيف الأكل والطعم وكل شيء، يعني بنجرب مع بعض. طبعا بختار أشياء غريبة، يعني الأشياء اللي باخذها الحين أول مرة أجربها، فمتحمس ونفس الوقت متخوف. ما تعرف ايش يطلع، لكن بتأكد من المكونات. أهم شيء ما يكون في لحم خنزير أو حاجة. الحرارة اليوم أتوقع درجة حرارة يمكن 40. من هذا المكان باخذ الأغراض وبنشوف الحين وش الأشياء اللي عندهم. يلا الحين باخذ لي السلة، وهذا نبدأ الحين نبحث عن أشياء تستاهل التجربة. والله هذه الأشياء تخوف يا أخي. مستحيل أخذها. هذا أتوقع رجل دجاج، ونفس الشيء فيه هنا أورك يعني، وفي هوت دوغز، مثل الهوت دوغ يا أخي ما يطمن، أحسن من الخنزير. فبنشوف أشياء يعني تكون على تقدر تاكلها تجربها، يعني ما نتهور. في منتجات كثيرة بس ما أقدر أخذها لأنها مش حلال، يعني نفس هذا الحين تشيكن دجاج، بس يعني ما حلال، فما أقدر أخذ هذه الأشياء. لازم ناخذ أشياء يعني نقدر ناكلها. حقيقة أول مرة أجرب هذه المنتجات الحين معكم، كذا فعالية بسيطة، يعني بنشوف الأشياء الجميلة، بخبركم رأيي الشخصي والتقييم. يلا نجرب. أول واحد ماروكو، أنا شفت ماروكو خذيته. ماروكو اللي هي كذا نفس الكريم كراميلا تقريبا، في 4 حبات داخل. نجرب مع بعض نشوف هذا الشيء الجميل. بناكل ماروكو مسكينة، في تقريبا لا في 1 2 3 4 5 6 7 8 حبات داخل، في 8 حبات داخل. فبنجرب الحين مع بعض واعطيكم التقييم هذا الشيء الجميل. اذا يفتح بنجرب اول واحدة. هذه شكلها كذا، اتوقع نحتاج ملعقة لحظات. وجبت الملعقة معي. زين يفتح كذا. يا اخي ما يفتح. هذا هو شكله من داخل. حسه كذا طعمه جميل يا اخي، حسه يكون نفس الشكل. حلو، نفس الفالودة نحن نسميها فالودة معنا في عمان. ما اعرف مكوناتها، تحس كذا بس سكر وحليب، بس جميل يعني، كذا حاجة حلوة بسيطة. حلو والله، كبداية جميلة صراحة. تقييمي لهذا الشيء الجميل ما أعرف، بس لو كنت طفل يعني بعطي تقييم 7/10 تقريبا، بس حلو. وخلصنا من ماروكو، الحين بنروح للمنتج الثاني نشوف وش معنا. هذا الشيبس هو عبارة عن شيبس في شوية قهوة على حسب ما قريت يعني في هذه الأشياء في المكونات، سكر، قمح، قهوة، كأي شيبس عادي يعني، بس شكله جميل صراحة. يعني لو كان عندي بنت صغيرة كنت باخذ لها هذاك اليوم. بنجرب وبنشوف التقييم كيف، بس شكله هو جميل يعني، من شكله واضح انه كذا حلو يعني. ما يفتح. كذا ما يفتح. كيف الاطفال يفتحوا الحركة القديمة؟ ايوه هذه الحركة القديمة. ريحته جميلة، ما اعرف اذا شايفين كذا صغار صغار يعني، من شكله كأنه قهوة. نجرب ونشوف التقييم كيف. لحظة ما حسيت. والله جميل، حبة حبة ما ينفع، هذا لازم تشيل كذا كمية وتسوي كذا. والله حلو كذا، تشيبس عادي يعني، وفي نكهة قهوة. جميل والله، عجبني. شكلي بطول مع هذا، ما جاي اخلص اليوم. كذا حتى يعني ما تحسه واجد سويتي، ما تحسه مزيت، ومكوناته بسيطة جدا.
تقييمي للحين نعطي هذا الشيء 9/10. يلا اللي بعده بيكاتشو. والله خضيته لانه موجود بيكاتشو، بس يعني واضح ان هذه شركة بوكيمون عندها منتجات يعني، فعندهم منتجات اكثر من شخصية، فانا خضيت بيكاتشو لانه من ما يحب بيكاتشو يعني، فبجرب بيكاتشو. اتوقع هو مشروب غازي يعني كذا بالليمون احساسي يقول، بس بنجربه ونشوف التقييم كيف. يا سلام. هذه مياه غازية منكه، طلع عادي يعني ماي غازي بس سودا. بيكاتشو هذا عبارة عن ماي غازي بس بدون اي نكهات، حلو عادي ماي غازي يعني. طلع بيكاتشو فقط ماي غازي يعني ما في اي شيء. شكرا بيكاتشو. ما تقدر تقيم بيكاتشو، بيزعل علينا بعدين. بيكاتشو ماي غازي عادي يعني ما في تقييم. يلا نشوف اللي بعده. هذه فاكهة صينية على حسب ما شفت في الشات جي بي تي اعطاني كذا، فاكهة مشهورة عندهم يعني محلات تكون حلوة نفس الرمان تقريبا. جرب هذا الشيء ما اعرف والله اول مرة اشوفه، ونعطيكم التقييم. كذا يفتحوا، هذا من داخل كذا شكلك انه تمر يا اخي. شايفين من داخل تحسه نفس التمر المدلوك اللي يجي صغار صغار في رمضان نسويه. الحلوة فيها تحس كذا سكر شوية. ما فهمت والله ما فهمت. كذا حلو مالح سكر وفيها لب داخل بعد، يعني حلو هو مالح كذا بس ما تفهم وش هو. والله ما فهمت انواع الفاكهة اللي عندهم. ف لا بس تقييمي 3/10. ما فهمت يعني، لو فهمت الطعم بشرح لكم بس ما فهمت، كذا شيء مالح وسكر بس. يلا ننتقل اللي بعد. هذه الكيكة ما اعرف اذا شايفينها، في هم عندهم مشهورين بكيكة اسمها مون كيك. هذه فقط يعملوها على شهر 11 او 10 كذا بمناسبة اللي هو هذه تقريبا مشابهة لها يعني نفس الشكل تقريبا كذا نفس الحجم. هذا الشيء كذا من داخل اوكي عادي نفس الكيك يعني. مكوناتها ما اعرف والله، بس من اذوقها بشوف المكونات، بس رائحتها واجد حلوة كذا فراولة، واتوقع فيها كريمة. بنشوف كذا. حلوة والله من داخل، بس بطعم الفراولة وشوية كريمة بس حلوة يعني. ما توقعت، عبالي بيطلع طعم غريب بالجميل. حلو ينفع كذا للسناكس، يكون عندك جامعة مثلا رايح الدوام وحاب حاجة كذا سناك سريعة جميلة. 7/10. يلا الحين نشوف اللي بعده. اتوقع هذاك اللي هو الحامض اللي يخليك كذا تسوي الشيء الحامض اللي يخليك كذا تتبهدل، هو هذا. اتوقع كنا ناكل كثير يوم صغار، بس هذا كذا شكله، فبنشوفه كيف كمية الحموضة اللي بتكون فيه. هذا شكله من داخل، فأتوقع بيكون حامض كثير يعني. ما أعرف كيف بتكون ردة فعلي. حامض بس مش كثير يعني، ما توقعت يعني. شوفهم الوجه اللي مخلينه، توقعت بيكون شكلي كذا بس ما صار عادي، عس ما واجد حامض بس حلو. المفروض يكون شكلي كذا بس لكن أنا شكلي عادي يعني ما تغير. يلا نجرب اللي بعده. هذه فاكهة نفس اللي هي ناس اسمها، بس فاكهة معروفة هنا في الصين وفي اليابان، اتوقع في كوريا وياكلوها كثير يعني، فحبيت اجربها. بنشوف كيف الطعم، هل نفس الطبيعة ولا نفتح مع بعض. هذا نفس الزبيب، انا عبالي بيكون كذا نفس الفاكهة كبيرة يعني مقطع شرايح. طلع له عندنا هكذا شايفينه.
عادي يعني زبيب. لحظة أنا نسيت أقيم هذا تعطيه 5/10. هذا عادي زبيب بس حلو يعني، واضح انه طبيعي بدون اي اضافات. ما اعرف كم اقيمه، 7/10. خلصنا من هذا المنتج، بننتقل الحين للي بعده. هذا انا شفت شكله عجبني صراحة. هو عبارة عن كوكيز بالفراولة. نجرب الكوكيز، شكلها كذا حس جميل يعني. نفتح من هنا. اوكي تغليف جميل صراحة، احب كذا لما يكون بالحبة يعني، ما يكون كذا. افتح الكوكيز. هذا بسكوت يعني مش كوكيز. حلو والله جميل، نفس هذاك البسكوت اللي كنا ناكله يوم صغار، اللي كذا يجي في علبة زرقاء، ذا معروف، بحط لكم صورته. تقريبا في واحدة تشبه هذا اللي تجي نفس الشكل، نفس ما توقعت. جميل، بعطي تقييم 8/10. اللي بعده كوكونات ميلك، بس اتوقع في نكهة المانجو، بس ما اعرف ليش حاطين مانجو حزين. بنشوف وش في داخل. اوكي من ريحته واضح في نكهة المانجو يعني، بالكوكونات ميلك بالمانجو يعني. والله حلو وما حلو نفس الوقت. شلون ما فهمته يعني، عجبني وما عجبني يعني، كذا في طعم حلو، بس بعد ما توقف تحس يجيك طعم ما حلو. اهم شيء يعني كوكونات ميلك بالمانجو، يعني تحس حقيقي يعني جايب كوكونات ميلك وضايف شوية عصير مانجو، بس حلو يستاهل تجربة يعني. تقييمي 5/10. والآن آخر منتج اللي خذيته، ما أعرف وش هذا، من شكله غريب يعني، بس يمكن يطلع حلو ما تعرف، نجربه مع بعض. هذا الشيء الجميل، هذا الشيء الغريب، ما أعرف إذا شايفينه، هو نفس السمسم الأسود يمكن، أو فستق، أو ما أعرف والله، أنا ما قريت، بس شفته وشفت كذا شيء غريب وجبته يعني معي. بنذوق الحين وبنشوف، يمكن يطلع شيء حلو ما يغرك الشكل. اوكي بس تغليفه واضح جميل، شوف تغليف تحسه كذا مرتب. يلا نذوق الحين، نجرب هذا الآخر منتج، أقرب شيء صراحة من الأشياء اللي خذيتها، عسى يطلع جميل يعني. ما فهمت. أشياء غريبة يعني نفس ما توقعت، اللي هو سمسم، هذا أتوقع اسمه سمسم، وش أسود، بس داخله في شيء ما تعرف، نفس هذيك اللي هي في تركيا ناكلها، اللي هو اسمها نسيت اسمها يا أخي، وفيها سمسم وبس. هذا الشيء طلع، بس عادي يعني تقدر تاكله وبس. والله هذه الاشياء لليوم، هذه المنتجات الصينية الغريبة اللي اكلتها، الى حاجة بسيطة يعني استمتعت فيها وناكل. في اشياء واجد حلوة، وفي اشياء يمكن برجع اشتريها، بس في منتجات مستحيل اخذها مرة ثانية، وهذه ما تخلص بعدها وخلاص، بس برجع اكل هذا مرة ثانية، لازم اطلبه مرة ثانية، هس جوي. نلتقي ان شاء الله في فيديوهات ثانية وفي فلوجات ثانية. والحين خلوني اكمل اكلي. لحظة، لا تنسوا الاشتراك، اللايك، كومنت، اي شيء حلو كذا تسويه بس. سلام.